خدعوك فقالوا ان مباراة القمة هتتعاد. المباراة اللي كان متوقع اقامتها يوم 11 مارس الماضي بين الاهلي والزمالك هتتعاد، بس اجيب لك الخلاصة: المباراة ولا هتتعاد ولا الاهلي هينسحب من الدوري. واول مباراة للنادي الاهلي في الدوري هتبقى قدام بيراميدز. في البداية الاهلي نزل بيان ان هو هينسحب من المباراة في حالة اقامة المباراة بحكام مصريين، والعتاب كان على نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك ان الزمالك هيلعب بحكام مصريين وهو اصلا معترض على الحكام المصريين. بس المفاجأة ان الزمالك ما بعتش خطاب لاتحاد الكرة ولا الرابطة ان هو يلعب الماتش بحكام اجانب، وهنا لان ضربوا اللعوه على عينه قال لك خسرانه خسرانه. الزمالك كده كده بعيد عن المنافسه عن الدوري السنه دي، وكل اماله ان هو يصعد مركز تاني عشان يلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، فبالنسبه له ما كانش فارق يلعب بحكام مصريين يلعب بحكام اجانب، كده كده مش فارقه. بس من الناحيه الثانيه النادي الاهلي حط العقده في المنشار وقال لهم انا كده كده مش لاعب. وبعد كده النادي الاهلي صعد الازمه ووصلها للجنه الاولمبيه، وبعت خطاب للجنه الاولمبيه عشان خاطر ما يتخصمش منه الثلاث نقط بتوع نهايه الموسم، وان الرابطه القوانين او اللوائح اللي هي طبقتها على النادي الاهلي غير صحيحه. مع ان تعالى معايا هقول لك حاجه مهمه جدا: النادي الاهلي وال17 نادي اللي موجودين في الدوري في بدايه الدوري مضوا على اللائحه ديت، واللي منها كانت العقوبه اللي اتطبقت على النادي الاهلي، واعتبار النادي الاهلي خاسر مباراه القمه بسبب انسحابه، وكمان خصم من النادي الاهلي 3 نقط في نهايه الموسم. ومن النهايه كده الازمه ولعت بين الاهلي والزمالك واتحاد الكره ورابطه الانديه. النهارده نادي الزمالك بعت خطاب للجنه الاولمبيه بيفيد بانه اللجنه الاولمبيه غير مختصه في النزاعات الداخليه او النزاعات الفنيه اللي بين الرابطه وبين الانديه، ودلل على كده في خطابه اللي بعته للجنه الاولمبيه ان هو امتثل للعقوبات اللي اتطبقت عليه في انسحابه في الموسم الماضي. ولكن عشان حنفي ما ينفعش يرجع في كلمته لسه مكمل في شكوته في اللجنه الاولمبيه. ومن النهايه كده حتى لو اتخصم من النادي الاهلي 3 نقط في نهايه الموسم فالنادي الاهلي هيلعب ومفيش مباراه هتتعاد. قال لك في الاخر اعتاد على خوض العوائق يقضي على المعارك. لما نشوف هيعمل ايه في المعارك دي.